السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين جميعا ورمضان كريم. دلوقتي بقى ايه، جبنا لفت وغسلناه ونضفناه وقطعناه. دلوقتي بنقطعه بقى بطريقة الزجزاج دي عشان يبقى زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. ما احنا مش هنعمل اي مخلل، واهم حاجة ان احنا ضامنين نظافة الحاجة، وكل حاجة نقدر نعملها في البيت لازم نعملها. هنا هنقطع الكمية كلها. زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الدقة في العمل؟ اهم حاجة الدقة في العمل زي ما بقولكم. هنا خلصنا الكمية كلها وحطيت معلقتين ملح وقلبتهم في بعض وسبتهم يتصفوا بقى. هنا عشان نعمل مخلل المية دي هتكون غلياها قبل كده وسبتها تبرد. بعد كده هحط عليها معلقتين خل عشان نضمن ان المية متعقمة وكده وكويسة. وهنحط ملح برضو. هنحط 4 معالق ملح ونقلبهم. وانا في الاخر كده حطيت سنة زعفران. كان المفروض ان انا احط شطة بس ما كانش موجود دلوقتي شطة، فانا حطيت بعد الفيديو يعني. حبيت اقول لكم كده، هي مش ضروري بس لو حابين تحطوا فيها. هنحط نص المية في البرطمان ونحط كمية المخلل وبعد كده نضيف بقية المية كلها. وبكده عملنا احسن مخلل اهو، حاجة نظيفة في البيت، و4 ايام ان شاء الله وتاكلوا منه حاجة ضمنينها يعني، وبألف هنا وشفا. ما خدش مننا حاجة وعملناه بسرعة، وان شاء الله هتاكلوا احلى مخلل. وهنقفله بقى ومش هنفتح عليه غير بعد 4 ايام ان شاء الله. يلا اقول لكم مع السلامة واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. الى اللقاء يا اصدقاء، باي باي.